السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بما اننا يا جماعه طالعين من رمضان وزهقان من اللحمه والفراخ والسمك وكل الحاجات دي، قلت النهارده اعمل شويه باميه. بصراحه كان عندي كيس الباميه ده في الفريزر، قلت لو مش لحمه ولا فراخ ما ينفعش يتعمل. عملت ومن غير فرن كمان، والنتيجه ما شاء الله. تابعيني يلا نشوف الطريقه عملناها ازاي. اول حاجه في حله على النار، بحط شويه زيت، مش كتير. معايا بصلايه مفرومه ناعم، وواحده شطه سبايس، قرن شطه سبايس، ودي اختيار براحتك. يعني الشطه ما تكون الباميه ما تكون فيها نسبه شطه كده بتكون لها نكهه تانية. تشويحتين تلاتة على النار. ومعايا راس توم فرماها ناعم بنزل بها هي كمان. بعمل التسبيكه العاديه يا جماعه اللي احنا متعودين عليها على طول. باميه بقى، يعني سمنه بلدي. حته سمنه بلدي، بس انا حطيتها في الاخر عشان السمنه مش بتستحمل نار كتير. ديت زبدة بقري، زبدة صفرا. زي ما احنا شايفين كده بعمل التسبيك. هبدأ أقلب فيها لما تديني اللون اللي أنا عايزاه. ما شاء الله، شايفين البصل بقى لونه ذهبي ازاي؟ البخار مش مخلي مش مخليني عارفة أصور كويس. بامية يا جماعة يعني طماطم. شوية طماطم حلوين كده بفرمهم في الخلاط وأصفيهم. هنزل بهم هما كمان بهاراتك بقى، ملح فلفل أسود وكمون، مش أكتر من كده. وأسيب التسبيكة تاخد وتدي مع نفسها، تعيش مع نفسها خالص. ضروري قوي التسبيكة تستوي تتسبك، يعني بمعنى أصح. في التوقيت ده بكون شطفت البامية، بطلع البامية من الفريزر وبديها شطفة، وأنزل بيها على التسبيكة واسيبها تتشوح تتشرب بمعنى أصح من الصلصة اللي احنا عاملينها، التسبيكة اللي احنا عاملينها. ههدي عليها النار بقى واسيبها تعيش مع نفسها. يلا بقى نجهز ايه؟ صينية رز. صينية الرز زي ما احنا متعودين على، انا عملتها معاكم كتير. بغسل الرز وبقدر الرز في الصينية وبغسله وبحط عليه اللبن والملح، واشغل الفرن والشواية، واول ما يبتدي يغلي بهدي عليه النار. زي ما احنا متعودين الطريقة العادية اللي عملناها مع بعض كتير يا جماعة. اخد بالظبط نص ساعة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعة، وصلوا على النبي في الكومنتات. شايفين ما شاء الله؟ دي البامية اتسبكت خالص. انا مش بقلب في الباميه كتير يا جماعه عشان ما تتهريش، بس هي ما شاء الله الريحه والطعم في حته تانية خالص. والله الكاميرا ظلماه، اللي يشوفها ما يقولش ان دي كانت متفرزه خالص، يقول ان هي طازه وفريش. طعم وريحه وكل حاجه. وده كان غدانا النهارده ما شاء الله. دي الباميه وده الرز المعمر، وعملنا سلطه ومخلل. والحمد لله، وربنا يزيدها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب، ويديمها علينا. ويا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وتكون فيديوهات خفيفه عليكم. يلا هشوف وشكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.